ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض شويه بسكوت حلو قوي. عايزه اقول لكم طعمه يجنن، حلو قوي في الاجواء الشتويه دي بقى، مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه. مش هتبطلوا اكل فيه. بصوا شكله وطعمه يجنن. حلو قوي وبسيط ومكونات سهله قوي، ومش محتاجين خلاط ولا محتاجين عجن ولا محتاجين اي حاجه. تعالوا نشوف عملناه ازاي. انا عندي بقى كوبايه زيت على زبده. الزبده بدرجه حراره الغرفه. ممكن طبعا نستخدم زبدة بس، ممكن نستخدم زيت بس انا بفضل ان احنا نستخدم زبدة وزيت. نص كوباية زبدة ونص كوباية زيت. الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. مجرد ما احط الاسباتولا فيها كده هتبدأ تدوب معايا. عندي بقى كوباية سكر بودر. نبدأ نقلب كله مع بعض كده لحد الزبدة والزيت والسكر البودر يبدأ يتجانس كله مع بعضه. انا بقى محضرة بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. عندي رشة فانيليا. وهنبدأ نقلبه تاني كله مع بعضه كويس جدا. عايزه اقول لكم سهله قوي وبسيطه، ومش محتاجين خلاط ولا محتاجين اي حاجه. عندي بقى محضره 3 كوبايات دقيق. الكوبايه اللي بعاير بيها الزبده والزيت هي نفس الكوبايه اللي بعاير بيها السكر، هي نفس الكوبايه اللي بعاير بيها الدقيق. عندي بقى حوالي 3 كوبايات دقيق. عليهم رشه ملح صغيره، معلقه صغيره بيكنج باودر. ونبدا بقى نقلبه كويس. البسكوت من الحاجات اللي مش بتحتاج عجن، احنا بس يا دوبك بس المكونات كلها تبدأ تتجانس مع بعض كده. لو حسيتوا ان العجينة محتاجة تاخد معلقتين دقيق تاني او حاجة مفيش مشكلة. بصوا سهلة قوي، وعايزة اقول لكم العجينة ناعمة جدا وبجد حلوة قوي. هبدأ بقى اكورها كده، وبأي سكينة ممكن طبعا نعملها بكذا شكل، الشكل اللي يعجبكم. عندنا بقى غطا ازازة، عندنا شوكة، اي حاجة ممكن نشكل بيها. بس انا بالنسبة لي كان الشكل ده بسيط قوي وسهل قوي، ما بياخدش وقت خالص. عندي بقى الصاج بتاعي انا دهناه دهنة زيت كده خفيفة. وهبدأ بقى ارص واشكل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة كده. نحاول بقدر الامكان ان البسكوتة تبقى صغيرة، لان بيبدأ يفرش معايا شوية، لان احنا حاطين بيكنج باودر. فيبدأ حجمه يزيد شوية. عندي بقى الفرن بتاعتي مسخناها على درجة حرارة 180. هدخل البسكوت بتاعي تقريبا هياخد حوالي تلت ساعة. بصوا شكله حلو قوي وسهل قوي وبسيط وما بياخدش وقت خالص. وده كان شكله بعد ما خرج. حلو قوي، يا رب تكون الوصفة عجبتكم. مستنية طبعا رأيكم ومستنية كومنتاتكم، وإن شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.